العام في أول لقاء اتحاد الجمعيات الخيرية واندماج الجمعيات الخيرية على شاطئ المنظرة مع جمعيات القاهرة. النهارده طبعا لنا لقاء مميز مع جمعية عائل خير أستاذة سامية. اتكلمنا عن اليوم الجميل اللي احنا موجودين فيه حاليا، وايه الشعور وتوجيه رسالة للجمعيات التانية ان هي تشارك معانا في كل مهرجانات ان شاء الله. هو بسم الله ما شاء الله لقاء ممتع وجميل، وحتى اطفالنا بسم الله ما شاء الله قدامنا والجو حلو، والمناسبه كمان الحلوه النهارده عيد القومي لاسكندريه، فدي فرحه فوق الفرحه. طبعا دي حاجه ثانيه كتير دي فرحه فوق الفرحه، وبصراحه ربنا احنا نتمنى كل الجمعيات يتحدوا مع بعض، وكل الجمعيات يبقوا يد واحده، والجمعيه زي ما بقول دايما انا وانت، مش انا يا انت. لازم كده مبدأنا يبقى انا وانت ونكمل بعض ونبقوا مع بعض. شحتة ايدي بايدك، تعالى كل الجمعيات عملت زينا كده ائتلاف، وكل كام جمعيه اتحدوا مع بعض، وكله عرف ده بده وكله عرف ده لده، هنبقى احسن من كده بكتير. وبصراحه ربنا انا بتمنى المجتمع المدني يبقى يعني يد واحده. كل حد يقول لك المجتمع المدني لا، ليه يا جماعه؟ ليه ما تخلونا حلوين؟ ما نطلع الحاجه الحلوه، ليه بنطلع السلبي اللي في المجتمع المدني؟ ليه بنقول مين كذا ومين كذا؟ طب ما نشوف حاجه حلوه، نشوف حاجه حلوه. طب نتكلم عن الحاجه الحلوه في المجتمع المدني، ليه بندور على السلبيات بتاعتنا ونقولها؟ اكيد احنا عايزين نظهر قدام الناس كلها، ونظهر قدام الناس ان احنا فعلا بنخدم الله. اول شيء بنطلب من ربنا سبحانه وتعالى في الاعمال اللي بنعملها دي. مش عايزين الواحد مثلا اعوذ بالله من كلمه انا، ان الواحد يقول انا وانا وانا وانا، لا، احنا عايزين كلنا نبقى يد واحده، واللي يقدر يساعد بشتى الطرق. يعني احنا شفنا الحمد لله في حاجات جميله اتعملت من ناس جميله برضو بتساعد في الخير. في ناس دكاتره عندهم استعداد وقدموا فعلا حاجات للناس، ان هم بيعملوا عمليات، بيعملوا كشف مجاني، علاجات مجانيه، بيجيبوا علاجات وبيعملوا عمليات، بصراحه شغالين كويس وما شاء الله عليهم يعني. فاحنا برضو لو احنا اندمجنا مع بعض، ايد لوحدها ما استقفش، لو كلنا اتحدنا مع بعض هنبقى حاجه حلوه. اكيد وكلنا بنكمل بعض. اكيد انا عندي حاجه ده بيكملها، وده عنده حاجه انا بكملها. ده المفروض ان يبقى المجتمع المدني كله كده. وانا عايزه اتشرف بكلمه مجتمع مدني. اكيد طبعا. شكرا على الدعوه الكريمه دي. لا لسه ما خلصناش اللقاء، هيبقى برضه لنا كلام تاني. في برضه الاستاذ منصور برضه كلمه لليوم التجمع ده، وكلمه برضه للجمعيات ان هي نتعاونوا مع بعض، ان احنا نبقى فريق واحد، وكل واحد اللي يقدر يقدم للتاني حاجه ما يبخلش على التاني حتى لو بمعلومه. انا بنشكرك يا شيخ اشرف ان انت جمعتنا، يوم جميل، والاصول الجمعيات كلها تتجمع مع بعض. يعني زي ما قالت الاستاذه ساميه، كلنا ايد واحده لصالح الخير، مش لصالح النفس، بل كلنا لصالح الخير بس. اكيد طبعا، اكيد احنا كلنا عايزين نعمل حاجه كويسه، ونقول للناس ان احنا بنعمل حاجه كويسه. نتجمعوا على الاقل نتعرفوا على بعض، نشوفوا نشاطات الجمعيات. اكيد طبعا، كلنا واحد، ايد واحده. استاذه امال كده شكرا يا استاذ. ايه المشكله كده؟ طبعا من الحاجات الجميله اللي عندنا طبعا جمعيه عطر الجنه، الاستاذه امال موسى طبعا من القاهره اللي نورتنا في اسكندريه، وده بوجودها طبعا احنا موجودين كمان. تمام، فكلمه حلوه برضو بالمناسبه الجميله ديت، وبمناسبه تجمع للجمعيات دي كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. حابه اقول لكل الشعب الاسكندري النهارده كل سنه وانتم طيبين، العيد القومي لمحافظه الاسكندريه، واحنا كان لينا الشرف الحمد لله رب العالمين بدعوه من اخويا الشيخ اشرف الاسكندراني ومن المحافظه ومن الدكتور محمد عبد الرازق بحضور جمعيه عطر الجنه، ان احنا نبقى متواجدين النهارده في العيد القومي للمحافظه، وده شرف لينا طبعا. واهم شيء نقطه يا جماعه عايزه اتكلم فيها هي التعاون والتلاقي بين الجمعيات، وده من اساسيات العمل المدني او المجتمعي، المشاركه المجتمعيه بين الجمعيات. جميل قوي 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 ان تبقى في جمعيات من محافظه الجيزه متواجده في محافظه الاسكندريه، وبعد كده محافظه اسكندريه ينورونا في الجيزه ويزوروا الاهرامات ويزوروا الاماكن الجميله ونهر النيل. جميل قوي قوي فكره التوافق والتآلف بين الجمعيات والاستقبال الرحب والحلو بين الجمعيات، لان هو ده اساس التعامل الخيري.